هنتكلم النهاردة في نقطة مهمة جدا لامسة كل حياتنا، وهي القروض اللي بقت دلوقتي على لسان كل الناس كلمة عادية، لكنها في الحقيقة نار بتاكل حياتنا. أصعب من القرض نفسه إنك تبقى عايش في حرب كبيرة مش صغيرة، حرب من الله ورسوله. قال الله تعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أنت عارف أنت بتغامر مع مين؟ أنت عارف داخل حرب قصاد مين؟ وهتخسر إيه؟ وهتروح فين؟ مع الله ورسوله. لازم تاخد بالك. قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يعني مهما كان القرض هيحل وهيسهل حياتك، فتأكد إن هو بيمحق العمل، يخطف البركة من حياتك، يخطف الرزق من حياتك. رزقك الواسع هيضيق، حياتك بعد ما كانت في يسر هتبقى في عسر. ابعد عن حرب الله ورسوله. يربي الصدقات، تصدق. انت عاوز فلوس، خرج الفلوس اللي معاك، خرج جزء منها، خرج 50 جنيه، خرج 20 جنيه، والله 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 ربنا هيردها لك اضعاف مضاعفه. اسعى دايما في تفريج كرب وهم الناس، هتلاقي اللي يفرج كربك، هتلاقي اللي يفرج همك. وبالذات الناس بقى، يعني رساله للناس اللي ممكن تساعد ناس: ما تبخلش، ادي ربنا سبحانه وتعالى. لما يكون جارك محتاج ومزنوق اديله، وانت كجار لما تاخد ادي. من خد وده صار المال ماله وسار المتاع متاعه. فانت زي ما تاخد زي ما تدي، بدل ما تروح تجيب كارد وتتدين وتلاقي البنك ناطط على دماغك كل شويه عاوز الفلوس وعاوز القروض، لا اما هحبسك. جارك لو معاه هيديك، بس انت خليك ملتزم معاه، زي ما طلبت منه في ميعاده تديله. ما معكش استأذنه، اصبر، هيصبر عليه ربنا سبحانه وتعالى. في صبرك ده يبارك في رزقك، عشان انت صبرت على جارك المحتاج ده. لكن وانت كمان لازم في وقت اللي انت محدده قدرت اديله، ما تتأخرش عنه، عشان في مرة تانية هيديك. عاوزين نرجع تاني نعامل بعض باللين وبالحسنى، اللي معاه يساعد اللي ما معهوش، مش نبخل على بعض. لان طول ما احنا بنبخل على بعض دي فريسة الناس بتاع القروض، اللي هم بيخطفوا منك، بيخطفوك. احنا هم عاوزين ياخدوا منك فايدة، عاوزين ياخدوا منك يدخلوك في سكة انت في غنى عنها. ابعد ابعد بالله عليك، السكة دي بتدمر كل حاجة. مهما كانت انت بتستسهل الوضع، بس الوضع بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيدمر كل حاجة. حياتك بتدمر، حياتك بتقف، لان ربنا حذرك، فانت بتخش في المحظور. لو انت مضطر خلاص، حد هيموت ومفيش اي مساعدة ومحدش، بس انا متهيألي ان في ناس كتير بتساعد، وسبحان الله ربنا يسوق لك اللي يساعدك، بس لو نيتك صافية وقريبة من ربنا. مستسهل، بتلاقي القروض في كل حاجة. بتلاقي حد عاوز يجوز بنته يروح يجيب كارد، حد عاوز يجيب عربية يروح يجيب كارد، حد عاوز يعمل عملية يروح يجيب كارد، حد عاوز يودي ولاده المدارس بيروح يجيب كارد. طب انت ما بتعملش حسابك من بدري ليه؟ انت ممكن تعمل جمعية ب 100 جنيه هتدي لك مبلغ، 500 جنيه هتدي لك مبلغ، ب 1000 جنيه هتدي لك مبلغ. لازم تعمل حسابك على اللي جاي. لكن تروح تجيب كارد وتستسهل، والله 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 ما شفنا حد جيب كارد الا لما حياته اتدمرت واتخربت، وفي الاخر يقول كنت اعمل ايه؟ لا، كنت تعمل كتير، كنت تعمل كتير قوي، بس انت اللي استسهلت. لان الامور عادت سهله، انت بتدخل بالبطاقه بتجيب الكارد وتخرج. الفلوس بتبقى في الاول تبسطك، لانك بتبقى ماسك في ايدك فلوس. بعد كده بعد يوم واحد زي الميه المالحه تلاقي نفسك مديون، وتلاقي المحضر يخبط عليك اخر كل شهر: اديني الفلوس اللي عليك. ما جبتش شهر والتاني والتالت، البنك بيروح يعمل لك محضر محترم، ويجري بعد كده تجري تهرب من الشرطه ومن المباحث. ليه تعمل في نفسك كده؟ ليه تدخل نفسك في دايره انت مش حاببها وانت مش عاوزها؟ استعن بالله. والله 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 كان في فتره زمنيه حصل معايا نفس الموقف، وحصل معايا ان مفيش، وفعلا كنت رايح اجيب كارد، بس كنت متساقل منه بس، وكنت مستعين بالله. كنت بقول يا رب. انا رحت وجهزت الورق، وفي الطريق لقيت حد صديق، يعني بقالنا فتره او بقالنا زمن ممكن ما اتكلمناش، بيكلمني: انت فين؟ قلت له انا رايح مشوار. قال لي طب تعالى لي الاول. والله 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 لا اعرف عرف ازاي، ولا اعرف جاله ازاي الخبر. هو وحتى ما فتحليش ولا جاب لي سير. هو كل اللي قاله: انت محتاج فلوس؟ قلت له اه. قال لي جاب؟ قلت له كذا. قال لي اتفضل. استاذ احمد ده يعني بفضل ربنا، عشان كنت مستعين بالله وعشان كنت رايح غصب عني وكان خلاص كانت الامور مقفله معايا. قال لي اتفضل، وقعدته، وبفضل الله في مكانه وفي وقته رحت له واديته الامانه. والنهارده اقدر اطلب منه اي حاجه بيقول له اتفضل، في مكانها برجع. بس بفضل الله اتحولت حياتي للاحسن، بدات الخطوات تتتالى بفضل الله للافضل. ما رحتش لحرب من الله ورسوله عشان كنت مستعين بالله، يعني انا خدت الخطوات بس كنت مستعين بالله وواثق. والله كنت واثق، والله انا ماشي وواثق ان ربنا هينقذني وهيدلني وهيشيلني من الموقف ده. وبفضل الله فعلا ده حصل، عشان كان فيا ايمان بالله سبحانه وتعالى
انت ليه ما بتروحش لربنا سبحانه وتعالى؟ ليه ما بتجريش تسجد لله سبحانه وتعالى تقول يا رب اعطيني من خزائن؟ ربنا عنده خزائن السماوات والارض. ليه بتستعين بالعبد وبتنسى الرب؟ استعين بالله سبحانه وتعالى في قضاء كل حوائج. والله 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 ما هيتاخر عليك، بس انت كن صادق النيه، كن مخلص مع ربنا سبحانه وتعالى ونيتك لله. مش انا صليت ودعيت ربنا بس ما فيش حل، لا في حل، بس سعيك وصبرك واجتهادك هتلاقي ربنا في ظهرك وفي طريقك، وهتلاقي حياتك بتتحدث وبتتجدد، وهتلاقي حياتك للافضل وللاحسن. بس انت عاوز ولا لا؟ انت نيتك صادقه ولا لا؟ ربنا رب نوايا ورب قلوب، يعني هو شايف اللي انت مش شايفه جوه نفسك. فلو انت صادق والله ابدا ما هيسيبك ولا تأخر. احنا نعمل ايه عشان نبقى احسن؟ نرضى بالقليل. القليل مع بركه ربنا سبحانه وتعالى بتلاقيها كتير وكتير قوي، وتلاقي قلبك مرتاح وبالك مطمن، مش خايف ولا قلقان ولا جواك نار بتاكل فيك ومش عارف هتعمل فيها ايه. تاني حاجه عشان حياتك تبقى كويسه، قلل الحاجات اللي ملهاش لازمه في حياتك، قلل الكماليات. مش لازم الناس تشوفك هو وتنبهر بيك، لا، خليك انت منبهر بنفسك ان انت مرتاح ومطمن. لانك لو عشت عشان الناس تشوفك وتنبهر بيك هتخسر نفسك، والناس هتشوفك وفي الاخر هتخسر والناس هتضحك عليك، لان انت اللي عملت في نفسك كده. 3. حوش. الجنيه الابيض بينفع في اليوم اللون التاني. حوش ولو جنيه، الجنيه هيديلك 100 جنيه، هيديلك 30 جنيه، حوش 100 جنيه، حوش 1000 جنيه، حوش 500 جنيه. اي حاجه تحس ان هي زياده عليك حطها في جنب للزنقه وللازمه. اعمل ليك بنك خاص بيك، حصاله صغيره حط فيها الجنيه اللي تلاقيه زياده عليك النهارده. هتلاقي باذن الله في فتره لما تيجي تتزنق هتلاقي اللي انت سبته موجود ليك، وهتلاقيه فك زنقتك باذن الله. وربنا مش هيديك اكتر من طاقتك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، بس تكون انت عامل حساب ان في حاجه جايه، في حاجه بعد كده انت هتحتاج، الظروف بعد كده هتحتاج فيها اللي انت عملت حسابه. اهم الاستثمار بقى، استثمر في نفسك، اتعلم حاجه جديده. الحاجه الجديده دي هتنفعك بكره، هتكون مصدر وباب رزق ليك بكره. ما تقفش مكانك في الحته اللي انت واقف فيها بس، لا، اخرج من الدايره دي، اخرج وتعلم مهاره جديده تستفيد منها وتفتح لك باب رزق جديد هتنفعك في الدنيا وبرضه هتنفعك في الاخره، لانك ما ضيعتش عمرك هدر وشبابك في فضا وفراغ. اخر حاجه، اطلب من ربنا سبحانه وتعالى، ما تطلبش من البشر. اجري واسكت وقول يا رب يا من تمتلك خزائن السماوات والارض اعطي لعبدك الفقير. انجده، انجده من شر هو رايحه. يا رب انا بحبك، يا رب انا نفسي اقرب منك، يا رب انا مش عاوز اخوض حرب معاك، يا رب انجدني من شر اللي انا فيه. وصدقني ربنا مش هيتاخر عنك ابدا، حتى لو ابواب كل البشر اتقفلت في وشك، باب ربنا الوحيد اللي عمره لا ليل ولا نهار ولا في زنقه ولا في شده ولا في كرب ولا في يسر ولا في عسر اتقفل في باب بشر. بس اهم حاجه نيتك تكون لله، وسعيك يكون على الخير ولله وفي الخير. باذن الله هتلاقي الاجابه وسريعه، مش هتتاخر عليك لانك تستاهل، لان نيتك لله خالصه. القروض مش بس بتسرق فلوسك، القروض بتسرق عمرك، بتسرق البركة في رزقك، بتسرق راحة بالك وراحة بيتك، بتحرق حياتك. كل مرة تروح تاخد فيها قرض افتكر ان القرض اللي هتاخده ده هتكون انت في حرب مع الله ورسوله، مش هيريحك. ده مية مالحة، كل ما تشرب كل ما تعطش، كل ما تاخد كل ما تضيق، مش هتوسع. خليك دايما مع ربنا، خبط باب ربنا، ما تروحش بعيد، ما تروحش المكان انت عارف انك هتخسر بيه، هتخسر فيه، هتخسر حياتك، هتخسر بركة ربنا. الحرية مش انك بتمتلك كل حاجة في الدنيا، الحرية انك تبقى نايم مرتاح، انك تحط دماغك على المخدة وتبقى مطمن، يبقى قلبك مطمن، تبقى روحك صافية وهادية، يبقى بيتك جميل تحفه البركة، مليان بركة، مليان رزق، الرزق يجيلك من كل مكان. بس انت ابعد عن حاجة انت ما تقدرش عليها، اوعى تقرب من حرب مع الله ورسوله. واللي وقع فيها يقدر يرجع ويتوب لربنا، وربنا غفور رحيم. اشوفكم على خير ان شاء الله.